بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في كلام قانون دلوقتي عن الحق التاني للزوج في قانون الأحوال الشخصية بجد يعني. إيه ده، إحنا اتكلمنا عن الحق الأولاني، أيوه، اللي هو إنذار الطاعة. لو حبينا نرجع له هنلاقي إن شاء الله. دلوقتي إحنا هنتكلم عن الرؤية. إيه ده؟ رؤية؟ أيوه. وحضرتك شايف إن ليك حق للرؤية كده طبيعي؟ غلط طبعا. وتعالى هثبت لك كلام. حضرتك بتعمل الرؤية عشان خاطر تشوف ولادك. وامتى؟ وممكن تكون لا تزال الزوجة في عصمة حضرتك لسه على ذمتك وتعمل رؤية لأنك محروم من ولادك. القانون ما عاقبهاش هنا. في نقطة خلي بالك منها. أنا أعتقد يعني على وجهة نظري، عشان كده أنا شايفة إن في عوار في القانون، يعني إن هي أصلا طالما لا تزال في عصمتك وعلى ذمتك وفي طاعتك وفي كل حاجة، لازم 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 ما تودينيش ان انا ارفع قضيه عشان اشوف ولادي. ما هو ده اصلا عدم طاعه. ايه ده؟ ايوه عدم طاعه. طيب حضرتك لسه هي على ذمتك، فدول ولادك، هي كده لسه ما توفرتش شروط الحضانه فيها، لان الحضانه لما تبقى مطلقه، مش لو مش وهي يعني على ذمه حضرتك، فانت لسه زوج، من حقك تدخل البيت في اي وقت، من حقك تشوف ولادك في اي وقت، من حقك تتكلم في كل حاجه في اي وقت. لكن وهي على ذمتك ترفع دعوى رؤيه عشان خاطر مش عارف تشوف ولادك. هي خلاص انت خرجت بره البيت مثلا، او هي راحت عند اهلها، هتمنعك انك تشوف ولادك، وكده كده حقها بتاخده في كل الاحوال، عارفه يعني تعمل ايه كويس قوي، فما بتشوفش ولادك. طب وبعدين بقى عملنا دعوى الرؤيه، عملنا دعوى الرؤيه، نشوف بقى اللي بيحصل في دعوى الرؤيه. لما بنعمل دعوى الرؤيه وناخد الصيغه التنفيذيه، بنوديها الى المكان اللي حددته المحكمه علشان خاطر نشوف ولادنا فيه. طب ايه المشكله؟ لا، فيها مشكله كبيره. تعال نشوف كده مين اللي هيجي في الرؤيه. ايه ده؟ هو منطوق حكم المحكمه قال ايه؟ قال المدعي عليها مثلا اللي هي الزوجه وليكن، يعني احنا مش بنتكلم في حاله مثلا لو الزوجه طلقت او تزوجت من اخر يعني، او توفت الى رحمه الله تعالى فمع الجده للام او كده. احنا بنتكلم في جزئيه معينه، وهي الزوجه لا تزال على ذمه حضرتك، وحضرتك مش عارف تشوف ولادك، عملت دعوى رؤيه، فبتشوفهم ساعتين ثلاثه طبعا حسب حكم المحكمه في المكان اللي بتحدده المحكمه، وهي ما بتجيش الزوجه. ايه ده؟ ما هو ابوها بقى، اخوها، قرايبها، المهم اي حد بيجي وبيجيب لك الولاد. ونيجي هنا عشان في حاجتين. الحاجه الاولى، انا معادي رؤيه مثلا من الساعه 2 للساعه 5، 3 ساعات، هجي لك الساعه 3 انا مش جيت، هجي لك الساعه 4 انا مش جيت، هجي لك الساعه 4 ونص، 2 ونص، المهم ان انا جيت لك وخلاص. اجي بقى وقت ما اجي. طب ما هو كده مخالفه لنص القانون، او بمعنى صح مخالفه لمنطوق حكم المحكمه، لان منطوق حكم المحكمه بيقول من الساعه كذا للساعه كذا. طب حضرتك بتقدر ده بيتثبت؟ بيثبته لك القائم طبعا على تنفيذ الموضوع ده، بيثبته لحضرتك في الدفتر بتاعك عشان الرؤيه، ولكن ما بتقدرش تستفيد منه. واحد. اتنين، ممكن اللي يجي في الرؤيه ده او الى مكان الرؤيه مش الزوجه، بيجي حد من اهلها، بيحصل اشتباك. وفي الفتره الاخيره دي احنا لاقيين حوادث كتيره قوي 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 متكرره ومشاكل كتير قوي، وبيضربوا الاب وبيشتموه وبيتعدوا عليه ويعملوا له اصابات. وانا شخصيا عندي قضايا من النوع ده يعني في مركز الرؤيه. طب انا عملت ايه؟ انت يا استاذه كده كمحاميه يعني عملت ايه؟ حضرتك حاجة بسيطة أوي، عملت لهم إنذار بتطبيق نص القانون، نص حكم المحكمة. حكم المحكمة بيقول من الساعة كذا للساعة كذا، والزوجة أنا عملت لهم إنذار. طب وإيه المشكلة؟ لا حضرتك أنا عاملة كمان دعوة تانية اسمها إلزام بتطبيق حكم المحكمة. دعوة إلزام بتطبيق منطوق حكم المحكمة الخاص بالرؤية. طب ليه ما عملناش إسقاط؟ لأن حضرتك أنا لو عملت دعوة إسقاط يا هتترفض يا مش هيحكموا لي بتعويض. القانون بيقول لك 3 مرات متتاليه، لكن بتتفاجئ من الواقع العملي ان المحكمه ما بتحكمش بده. في محاكم بتحكم، طبعا في محاكم بتحكم، ولكن لا يعاقب عليها القانون في حاله تاخيرها. طب ما هي كده مخالفه. حضرتك تخالف تتحاسب، لكن احنا نخالف مش هنتحاسب عادي جدا يعني. مش انا جيت لك، مش بعت لك ولادك شفتهم، مع ان القانون ما قالش ان الغرض هي الرؤيه بس.
ده نصنا في قرار، في قرار طالع من وزارة العدل بيتكلم في آلية تطبيق حكم الرؤية. ما هو لو القانون هدفه ان انا اشوفه في اي مكان، لكن لما نصلنا قانون ونصلنا احكام نقد اتكلمت في الموضوع ده وطلعت قرارات خاصه من وزاره العدل، قرار رقم 1087 لسنه 2000 تقريبا، اتكلم بالتفصيل على آلية تطبيق حكم الرؤية. فلما تيجي هي تخالف تطبيق حكم الرؤية أو تخالف تطبيق القانون، تخالف تطبيق حكم المحكمة، أنا لازم هنا أرجع بقى أثبت ده. إيه ده؟ كل ده بيحصل؟ تخيل وهي على ذمتك. إيه رأيك؟ يعني أنا بجد مشفقة عليكم. يعني تخيل أنت ما بتعرفش تشوف ولادك ممكن نص ساعة وإن كان عاجبك، يعني خد بالك. عفوا، لأن حكم المحكمة قال إن هما 3 ساعات، هي جات لك بقى، جات لك 3، جات لك 4، هما من 2 مثلا ل5، لا حلو قوي عليك تشوفهم نص ساعة ساعة، واجي أنا كل مرتين 3 أنفذ الميعاد مثلا بالمظبوط ولا حاجة. طب لو حضرتك اتأخرت، ياه أنت اللي اتأخرت، أنت اللي متقاعس. طب ما أنا مش عايزة أوصل لده. والله ده القانون اللي عندنا. علشان كده فعلا قانون الأحوال الشخصية ده قانون عقيم عقيم، ملكوش أي حق فيه بجد. وهنتكلم إن شاء الله في حاجة جديدة بعدين، في فيديو تاني هنتكلم فيه بقى عن مسكن الزوجية. إيه ده بتاع الطاعة؟ لا مش بتاع الطاعة، المرة دي حاجة تانية. وأشوفكم إن شاء الله على خير.